أسباب نزول سورة الكوثر. كلنا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له 3 أولاد ذكور، وكان كلما تأتي زوجاته بولد يموث عبد الله، القاسم، وإبراهيم. في أحد الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في مكة، وإذا بأحد الكفار يقول له يا أبتر، ومعناه يا منقطع النسل، بمجرد موتك ستنسى مع الزمن، لأنه ليس لك أحد يحمل اسمك من بعدك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع هذا الكلام ويحزن حزنا شديدا، إلى أن قال له عز وجل في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. يا محمد، أنا سأعطيك نهرا في الجنة لك وحدك اسمه الكوثر، ولن يشرب منه أحد غيرك، فقط لا تحزن. فصل لربك وانحر. قم صلي واستهدي بالله وانحر الذبائح ووزعها على الفقراء. إن شانئك هو الأبتر. الرجل الذي شتمك يا محمد هو الأبتر، سيأتي يوم القيامة أبتر مقطوع النسل، ليس له ابن يعبره ويسأل عنه، كلهم سيتبرؤون منه، فلا تحزن يا محمد. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم